الحكاية اللي معانا حصلت من 10 سنين في حي المعادي بالقاهرة. شاب صغير في السن اسمه أحمد عنده 25 سنة من محافظة المنيا، ساب المنيا ونزل على القاهرة علشان يدور على شغل، وبالفعل أحمد لقي شغل في حي المعادي بالقاهرة، فقرر إنه يستقر في المنطقة دي وأجر أوضة على سطح واحدة من العمارات. كان بيتواصل مع أهله وبيكلمهم في التليفون كل يوم، وفجأة أهله فضلوا يكلموه لمدة كام يوم هو ما كانش بيرد عليهم خالص. أهله قلقوا فقرروا إنهم يبعتوا أخوه الصغير يروح لمكان سكنه علشان يطمن عليه ويعرفوا هو ليه ما كانش بيكلمهم ولا بيرد عليهم في الكام يوم اللي فاتوا. وصل أخو أحمد للعمارة اللي ساكن فيها وراح على الأوضة اللي أحمد مأجرها. فضل يخبط على الباب بس مفيش أي حد فتحله. فضل يسأل الجيران، قالوله هو بالفعل ساكن هنا بس هم ليهم كام يوم ما شافوهوش في المنطقة. رجع تاني يخبط على باب الأوضة بس بدون فايدة، وهو واقف على باب الأوضة حس إنه في ريحة كريهة خارجة من باب الأوضة، فراح على قسم الشرطة وعمل بلاغ إن أخوه متغيب وفي ريحة عفن خارجة من باب الأوضة اللي هو ساكن فيها. وبالفعل جمع رجال الشرطة وراحوا على الأوضة وكسروا الباب. أول ما فتحوا الباب اتصدموا من المنظر اللي لقوا جثة أحمد في الأوضة، وكمان الجثة كانت مفصولة الرأس، ومن هيئة الجثة كده كان تقريبا ليه 4 أو 5 أيام متوفي، لأن الجثة بتاعته كانت متخشبة، وواضح على الجثة إن أحمد اتعرض للذبح ومضروب بآلة حادة على راسه. أخو أحمد جاتله صدمة من منظر أخوه وفضل يصرخ بانهيار، ورجال الشرطة طلبوا المعمل الجنائي ونقلوا الجثة للمعمل علشان يشرحوا الجثة. الشرطة ابتدوا يحققوا في واقعة القتل وفضلوا يستجوبوا الجيران وسكان العمارة ويحققوا مع أي حد ليه صلة أو علاقة بأحمد، بس ما توصلوش لأي شيء. أحمد كان شاب صغير جاي من الصعيد للقاهرة علشان يشتغل، حالته المادية كانت ضعيفة، وأكيد اللي قتلوا ما قتلوش بدافع السرقة مثلا، لأن أحمد ما كانش عنده أي شيء يخلي الناس تطمع فيه وتقتله علشان تسرقه. رجال الأمن فكروا إن ممكن أحمد يكون عليه طار، بس لما راحوا وسألوا عليه في بلدهم في المنيا التحريات أثبتت إن أحمد من عيلة بسيطة وما كانش ليه أو لعيلته أي خلافات مع أي حد، وكمان لما سألوا عيلته أكدوا المعلومة دي. رجال الشرطة فضلوا يحققوا في الحادثة وأخدوا تليفون أحمد علشان يبحثوا الأرقام اللي عليه يمكن يوصلوا لحاجة، وكان من ضمن الأرقام اللي على التليفون رقم تليفون أرضي متصل على أحمد. فرجال الشرطة شكوا في الرقم ده فبحثوا عنه وعرفوا إن الرقم ده رقم أحد الأشخاص اللي ساكنين في العمارة المقابلة للعمارة اللي ساكن فيها أحمد. على طول رجال الشرطة راحوا على الشقة دي، واللي كان ساكن فيها بنت اسمها إسراء عندها 32 سنة ومتجوزة من شخص اسمه محمد، ومتجوزين من سنة وما كانش عندهم أطفال لسه. النيابة استدعتهم علشان تسألهم عن علاقتهم بأحمد وتسألهم عن التليفون والمكالمة اللي كانت على تليفون أحمد. سألوا محمد لو كان ليه أي علاقة بأحمد، بس محمد رد عليهم وقال لهم إنه ما يعرفوش وعمره ما شافه قبل كده. بعدها سألوا الزوجة اللي هي إسراء وقالوا لها لو كانت بتعرف أحمد، بس إسراء قالت لا معرفوش. بعدها سابوهم يروحوا ورجعوا رجال الشرطة للأوضة علشان يفتشوها. فضلوا يفتشوا في أوضة أحمد كويس، لقوا في الدولاب صور لبنت، والغريب إن البنت اللي في الصورة دي كانت هي إسراء زوجة محمد اللي رقم تليفونهم كان من ضمن المكالمات اللي اتوجدت على تليفون أحمد. وهنا رجال الشرطة اتأكدوا إن إسراء لها علاقة بأحمد القتيل، والغريب إنها أنكرت المعرفة دي، فرجال الشرطة شكوا بإن إسراء ممكن يكون ليها إيد في قتل أحمد. رجال المباحث اتجهوا مرة تانية على شقة محمد وإسراء وتم القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة علشان تحقق معهم ويعرفوا إيه الحكاية اللي وراهم بالظبط وليه صور إسراء كانت موجودة في دولاب أحمد. ولما تم الضغط على إسراء في النيابة انهارت واعترفت وقالت في اعترافها إن هي ملهاش أي دخل بقتل أحمد، وإن اللي قتل أحمد هو محمد جوزها، قتله علشان هو بيحقد على أحمد، لأن أحمد كان شاب جميل ووسيم وكان بيعاكسها وحاطط عينه عليها، فجوزها قرر إنه ينتقم منه ويقتله، لأن جوزها اتفاجئ كمان إن أحمد كان عنده صور لمراته. ولما محمد جوزها عرف بكل ده قرر إنه ينتقم منه ويقتله. وإسراء بتقول إنها اتفاجئت بإن أحمد اتقتل. بعدها رجال المباحث جابوا محمد وقالوا له على الاعترافات اللي صرحت بيها مراته،
وقالوا له إنك قتلت أحمد بدافع الغيرة. محمد جاله صدمة من اللي سمعه، قال لهم هي قالت كده، هي كدابة، إسراء بتكذب وأنا هقول على كل الحقيقة. محمد بيقول أنا اتجوزت إسراء من سنة وأنا كنت بحبها جدا، وسبنا القرية اللي كنا عايشين فيها وجينا نعيش في المعادي. أنا بنزل الشغل وبسيبها دايما في الشقة لوحدها. بعد سنة من سكننا في العمارة دي جت لي إسراء وقالت لي يا محمد أنا عاوزة أعترف لك بحاجة وعاوزك تسامحني. قلت لها أنا بحبك ومفيش أي حاجة تغير معزتك في قلبي. قالت لي يا محمد أنا عاوزاك تسامحني، أنا خنتك مع شخص تاني. أنا اتصدمت وانهارت وفضلت أكسر في الشقة، بس هي قعدت تستعطفني وتطلب مني إني أسامحها، وأنا لأني كنت بحبها جدا استعذت بالله من الشيطان وقلت لها خلاص أنا بحبك ومستعد إني أسامحك، بس انتي اوعديني إنك ما ترجعيش مرة تانية للموضوع ده. قالت لي والله أنا بحبك ومستحيل أرجع أعمل أي حاجة زي دي، وأنا ندمانة ومش عارفة عملت إزاي كده. قلت لها خلاص اقفلي الموضوع ونبدأ مع بعض صفحة جديدة. ردت عليا إسراء وقالت لي بس في شيء تاني، الشاب اللي أنا كنت بعرفه اسمه أحمد وساكن في العمارة اللي قصادنا، وهو معاه صور ليا وناوي يفضحني وبيهددني بالصور اللي معاه. إسراء طلعت شيطانة، هي كانت على علاقة بأحمد، بس لما أحمد قرر إنه ينهي العلاقة دي هي قررت إنها هتنتقم منه، فراحت على زوجها واعترفت له، مش علشان هي ندمت، لأ علشان هي كانت عاوزة تستخدم محمد في الانتقام من أحمد، لأن إسراء كانت عارفة مدى تأثيرها على جوزها وإنه بيحبها وأكيد هيسامحها وهيعمل أي حاجة هي عاوزاها. فضلت تقوله انت جوزي ولازم تحميني وتجيب لي حقي. فضلت تعبي في دماغ محمد لحد لما أقنعته إنه يقتل أحمد، وقالت له أنا هساعدك في الموضوع، أنا هتصل عليه وأقول له أنا عاوزة أقابلك في الشقة، بعدها أنا هروح على الشقة وأنت تيجي ورايا وأنا هفتح لك الباب. محمد وافق على طلب إسراء. بعدها هي بدأت بتنفيذ الخطة، اتصلت على أحمد وقالت له أنا عاوزة أقابلك علشان أخد صور اللي عندك. أحمد قال لها تعالي خديهم وابعدي عني، أنا أصلا مش عاوزك ولا عاوزهم وأنا كنت ناوي أقطعهم. قالت له لا مفيش داعي أنا هاجي أخدهم. وبالفعل اتفقت مع جوزها وراحت لأحمد، وكان معاها شاكوش وفتح لها أحمد الباب وهي دخلت الأوضة وقالت له هات الصور. دخل أحمد يجيب لها الصور وهي فاجئته وضربته على دماغه بالشاكوش وفضلت تضرب فيه لحد ما وقع على الأرض. بعدها فتحت لجوزها الباب ودخل وكان معاه سكين وقالت له بسرعة يا محمد قبل ما يقوم، وبالفعل طلع محمد السكين وفضل يقطع في رقبته لحد ما اتفصلت عن جسمه. أخدوا الصور وأدوات الجريمة ومشيوا من الأوضة، بس لسوء حظهم ما كانوش يعرفوا إن أحمد محتفظ بنسخة تانية من الصور في الدولاب. الطب الشرعي أكد إن سبب وفاة أحمد هو ضربه بآلة حادة على راسه، وإن أحمد توفى قبل ما يندبح بالسكين، بس إسراء حبت إنها تلبس جوزها القضية. النيابة واجهتهم ببعض، فضلوا هما الاتنين يرموا التهم على بعض، بس في الآخر تم إدانتهم وتم محاكمتهم وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا، وطبعا الحكم ده عادل جدا وهما الاتنين يستحقوه. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تشوفوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.